النهاردة بقى حلقة مختلفة لألبوم مش عادي، ألبوم غير شكل المزيكا في الوطن العربي كله، ودي مش مبالغة. الأغاني العربية قبل الألبوم ده كانت حاجة وبعديه بقت حاجة تانية خالص. ألبوم عمرو دياب قمرين. يا ترى ايه حكاية ألبوم قمرين بتاع عمرو دياب؟ تعالوا مع بعض نحكي الحدوتة من أولها. قبل ما نتكلم عن ألبوم قمرين تعال احكي لكم حدوته صغيره، حدوته اللاتين بوب. بس لازم الاول برضه نحكي عن التطور التكنولوجي في المزيكا في الوقت ده. سنه 1997 ظهر اداه جديده في المزيكا اسمها الاوتو تيون من شركه اسمها انترس. كانوا بيستعملوها في ايه بقى؟ بيصححوا النشاز، يعني بيظبطوا بيه صوت المطرب. حلو كده. We can be friends, but I'd like to just. Let's go to graph mode, choose our scale, our key, and our input type. I like to use format for a more natural sound. Let's hit pitch and track in our audio. Don't wanna feed this monster. With the note object tool, I'm gonna draw in a melody I wish he sang. Copy the lead vocal to create fake doubles, harmonies, and octaves. We can be friends, but I'd like to just pretend. لغاية سنة 1998 لما المغنية شير استخدمتها في أغنيتها اللي اسمها بليف. You keep pushing me aside and I can't break through. وكانت قاصدة تستخدمها ليه بقى؟ كانت عايزة تعمل تأثير إلكتروني على صوتها. الدنيا وقتها اتقلبت، ايه الصوت الغريب ده؟ لدرجة ان هم سموه شير افكت لانها اول واحدة استخدمته. بعديها الموضوع انتشر واغاني كتير بقت بتستعمل الاوتو تيون. في الفترة دي التطور كان سريع جدا في كل حاجة، وكانت اكتر مزيكا منتشرة على مستوى العالم هي اللاتين بوب. بس قبل ما يغزو اللاتين بوب العالم كانت المزيكا اللاتين ليها شكل تاني خالص. زمان كنا بنتكلم عن الصلصة، الميرينجي، البوليرو، كلها انواع مزيكا جميلة بس ما كانتش واخدة الطابع التجاري العالمي. كانت زمان الاغاني اللاتين باللهجة الاسبانية. Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. أو أغلبها، وكانت موجهة لجمهور أمريكا اللاتينية المحلي. النجاح بتاعها كان محدود شوية، وكل كام سنة على ما أغنية تنفجر وتبقى ترند، زي مثلا أغنية ماكارينا. دي بقى عملت ضجة عالمية. بس كان ترند وخلاص. بس هل أغنية ماكارينا هي أول أغنية لاتين تضرب في العالم؟ لا طبعا. سنة 1985 كان في أغنية اسمها كونجا بتاع جوليريا ستيفن. الأغنية دي برضو كسرت الدنيا، على الرغم ان شركات الانتاج ما كانتش مقتنعة بالأغنية دي أساسا، لدرجة ان هم قالوا لزوجها إيميليو ستيفن ان الأغنية دي مش هتنجح في أمريكا والراديو عمره ما هيشغلها، لكنه صمم ونزل الأغنية. وكانت المفاجأة ان الديجيهات شغلوها في كل حتة، ونجحت نجاح عالمي. برغم نجاح أغنية كونجا إلا إن أغاني اللاتين فضلت كده على جنب،
مش هي اهم حاجة في السوق العالمي. عايز اغنيتك اللاتينية تنجح، يا اما تغنيها بالانجليزي يا اما تخفف الايقاعات اللاتينية علشان الاغنية تناسب الذوق العام. ده بقى اللي حصل في اواخر التسعينات. المنتجين استعملوا معادلة كانت سهلة جدا. هناخد اغنية بوب غربي، هنرش عليها شوية توابل لاتينية، ونقدم لك اغنية جديدة هنسميها اللاتين بوب، اللاتين الشعبي او اللاتين التجاري. على سبيل المثال ريكي مارتن سنة 1995 عمل اغنية اسمها ماريا. دي بقى كانت ميكس بين حاجتين، الدانس بوب الامريكي وايقاعات اللاتين. والاغنية نجحت، وده يشجعه ينزل اغنية تانية، اغنية لا فيدا لوكا. ودي كانت اغنية بوب روك وفيها ايقاعات لاتينية. بس كانت متغنية بحماس لاتيني. ريكي مارتن كان بيعرف ازاي يولع المسرح. الخلطة دي بقى شدت الناس كلها. اللاتيني سمع فيها حاجة من روحه، الامريكي سمع فيها البوب اللي هو بيحبه، وفي عنصر تاني ساعد اغاني اللاتين بوب انها تنتشر في امريكا واوروبا، دخول اللغة الانجليزية في اغاني اللاتين. الناس في امريكا واوروبا مش هيشتروا ولا يسمعوا اغنية هم مش فاهمين كلامها. هنا بقى مطربين اللاتين عملوا ايه؟ بقوا يغنوا الاغنية بلغتين اتنين، نسخة بالاسباني للجمهور الاصلي ونسخة بالانجليزي للجمهور العالمي. مين برضو اللي ادرك المعلومة دي؟ انريكي عرف ان المفتاح الذهبي للنجاح هي اللغة الانجليزية، وسجل اول اغنية انجليزية ليه، بايلاموس. والاغنية مش نجحت بس، انت عارف الباقي. واختاروها الفيلم لهوليوود ضخم جدا، فيلم وايلد وايلد ويست. تخيل اغنية لاتينية تتاخد في فيلم هوليوودي. وانريكي دخل العالمية من اوسع ابوابها. وبعدين ظهر حد تاني، شاكيرا النجمة الكولومبية، قررت هي كمان تتعلم اللغة الانجليزية، وبدأت تشتغل مع منتجين كبار زي ايميليو ستيفان، وعملت اول اغنية كسرت الدنيا ليها. هي مش اول اغنية ليها، بس اول اغنية تنتشر على مستوى العالم، اغنية Whenever Wherever. غنت فيها بالانجليزي مع شوية لكنات لاتينية بسيطة كده، لغاية بقى الانفجار الحقيقي يوم 24/2 سنة 1999، حفل جوائز الجرامي. ريكي مارتن طلع على المسرح وغنى اغنية كاس العالم، لا كوبا لدافيدا. الاداء بتاعه كان عالمي، خلى الجمهور الامريكي يتجنن. هو كان جننهم اساسا لما الاغنية اتذاعت في نهائي كاس العالم. الاغنية دي لوحدها اساسا حوار. كتب الاغنية دي لويس جوميز وانتجها ديزموند تشايلد. الاغنية اساسا تعتبر من اغاني السامبا، والبرازيل كانت في النهاية قدام فرنسا، بس زين الدين زيدان كان له رأي تاني خالص. اللحن بتاعها كان عالمي، والاغنية نزل منها نسختين اتنين، اللاتيني والامريكي. الاغنية اللاتينية كانت مبنية على السلم بتاع السي ماينور، الامريكي كانت مبنية على الاف ماينور. بدأت الاغنية بالصفارة التشجيعية مع ايقاع السامبا. وبعدين نلاقي الترومبت دخل، وبقية الابواق كلها دخلت، والجيتارات الايقاعية.
ويخش ريكي مارتن يغني. The cup of life, this is the one. هنا بيتكلم عن كأس الحياة اللي هي كأس العالم، ويخش في اللازمة بتاعته Do you really want it؟ انت عايزها بجد؟ Do you really want it? Do you really want it? ويخش في اللازمة اللحنية الأيقونية Here we go. Ale, ale, ale. Go, go, go. Ale, ale, ale. اللي غزت العالم كله Here we go ألي ألي ألي. هتلاقي الجيتار الإلكتريك برضو موجود، ويرجع الترومب التاني يقول ألي ألي ألي. هتلاقي برضو إيقاع البوب الأمريكي موجود في الأغنية مع إيقاع السامبا، بيشتركوا مع بعض بس في أول ضربة. فدي خلت الأغنية لاتين بوب. بطل الأغنية دي من وجهة نظري هي الأبواق، طبعا الترومبيت مع الترومبون والفرنش هورن برضو. وفي أغنية ما تنساهاش برضو في أغاني اللاتين بوب للعبقري كارلوس سانتانا، أغنية ماريا ماريا. دي بقى مثال للبوب روك لاتين، بتخش الأول بإيقاع الR&B مع الجيتارات اللاتينية، ويخش G&B يغني. Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. الجيتارات اللاتينية برضو تحته. الأغنية دي برضو هتسمع فيها صوت كارلوس سانتانا. Ahora vengo mamá chola, mamá chola. Ahora vengo mamá chola. East Coast. Ahora vengo mamá chola, mamá chola. وبعدين يخش الفاصل الموسيقي الجيتار الإلكتريك. وده هو الروك في الأغنية دي. يعني الأغنية فيها 3 جنرات، R&B مايل شوية للهيب هوب مع روك ولاتين. مين بقى اللي أدرك الهيصة دي كلها؟ العبقري طارق مدكور وعمرو دياب طبعا. شافوا العالم كله متجه لللاتين بوب، فقالوا ليه احنا كمان ما نجيبش الموسيقى دي عندنا احنا ونعملها بطريقتنا. وما ننكرش برضو فضل محسن جابر المنتج الكبير اللي آمن بالتجربة دي. والألبوم ده اتسجل في بلدين، استوديو ام ساوند في القاهرة مع المهندس أمير محروس، وفرنسا مع باسكال جرنون. يلا بقى نخش على الألبوم. قمرين، كلمات محمد رفاعي، ألحان شريف تاج، توزيع طارق مدكور. بدأت الأغنية بضربة من الكوبيل اللاتيني مع طبلة الكونجا. نفس الضربة مع بعض. ده معناه ان الكوبيل ده مش زينة للإيقاع، والكونجا برضو مش لوحدها. الاتنين يعتبروا هما العمود الفقري لبداية الإيقاع. ودي بداية اللاتين بوب صرف. في ناس قالت لي انها صلصة، لا هي مش صلصة. في الصلصة دايما الكوبيل تلاقيه رد فعل للإيقاع. مش ماشي معاه من البداية، فدي أغنية لاتين بوب. وهيكملوا برضو مع بعض مع دخول ايه بقى؟ الجوير والخشبية. هتشتغل مع الإيقاع بانتظام. الجوير والخشبية هنا مش بتزاحم الإيقاعات، هي شغالة بانتظام عشان تديك إحساس الرقص. ويخش عمرو دياب يغني بصوته اللي فيه كورال. والله ما كان على بالي يا هوا
والله ما كان على بالي يا هوا. ليه عمرو دياب دخل بصوت الكورال؟ هو عايز يديك احساس الاحتفال الجماعي. الايقاعات على فكرة هنا ما هديتش، فضلت شغالة، ودي من اساسيات موسيقى اللاتين بوب، ان الايقاع ما يهداش. ليه بقى؟ لان في اغاني اللاتين بوب الايقاع هو البطل والصوت بيبقى راكب عليه مش العكس. وبعدين عمرو دياب بيقول قمرين. قمرين قمرين دول ولعيني، قلبي بيسألني عليه. تحصل سكتة في الإيقاع لأن الكلمة دي هي مفتاح الأغنية كلها. قمرين دي تعتبر هي الهوك بتاع الأغنية. طبعا عمرو دياب داخل يغني على مقام العجم، وده أنسب مقام تغني عليه أغنية لاتين بوب راقصة. ويكمل عمرو دياب غنى قمرين قمرين دول ولا عينيك. إيه بقى اللي بيخش على الإيقاع؟ الكيك الثابتة. الاغنيه بقت ايه بقى؟ لاتين بوب دانس، وده يخليها اغنيه ديسكوهات برضو علشان الكيك اللي دخلت. ونلاقي الجيتار الايقاعي دخل. الجيتار الايقاعي بقى بيعمل ايه هنا؟ بيربط الايقاعات بالغنى. وبرضه هتلاقي الكمانجات الناعمه دخلت. لانها برضو اغنية تعتبر رومانسية، ودي بقى اللمسة الشرقي اللي في الاغنية. برضو احنا مش هنقلد الناس اللي بره، احنا لينا الهوية بتاعتنا. في تفصيلة بقى في الاغنية دي حلوة قوي، لما عمرو ده بيقول اتاريني بفكر فيه. هيخش الفاصل الموسيقي، بس هنا في حاجة سبقته، السقفات. السقفات اللاتينية. هنا بقى هيخش الفاصل الموسيقي. الكمانجات هتحس انها تركي شوية. والجيتارات موجودة مع ايه بقى؟ خفيفة قوي قوي تحت الجيتارات. ويكمل عمرو دياب غنى. يا قلبي يانا من حبه يانا، يا شوق أمانة. يا قلبي يانا من حبه يانا. هتلاقي بقى الكمانجات الناعمة تحته. والكمانجة بقى ليها دور تاني. بعد ما عمرو دياب يخلص كوبليه الكمانجة تروح رد عليه، ويرجع تاني في اللازمة بتاعت والله ما كان على بالي يا هوا. والله ما كان على بالي يا هوا. في الحتة دي هتلاقي الكمانجات عليت أكتر. ويخش الفاصل الموسيقي تاني، نفس الفاصل الموسيقي الأولاني. ويكمل عمرو دياب غنى. طال انشغالي وياك يا غالي. طال انشغالي وياك يا غالي. ويرجع في اللازمة اللحنية بتاعت قمرين تاني. وبعدين يحصل سكتة في الإيقاع، وعمرو دياب يغني اللحن على الهادي على البيانو. مع شوية كمانجات ناعمة.
الحتة دي بقى ليه اتعملت؟ بتدي ودنك راحة. التوزيع قبليها كان راقص ومليان طبقات. هنا السكتة دي خلت المستمع يحس شوية بالجملة، ونلاقي اللي تشيلو دخل مع برضو الكمانجات، ويكمل عمرو دياب غنى قمرين دول ولا عينيك، وبعدين عمرو يقول معقول اكون حبيت، ويتصاعد في الجملة، ترجع الايقاعات الراقصة تاني، زي ما يكون كلمة حبيت هي اللي رجعت الايقاع تاني. يعني احساس عمرو دياب في الكلمة دي خلى الجروف بتاع الايقاعات كلها ترجع، وتخلص الاغنية بفيد اوت. قمرين دي تعتبر اغنية سابقة عصرها على مستوى الوطن العربي، لانها فهمت الزمن صح، وقدمت لنا حاجة عالمية برضو من غير ما نفقد الهوية بتاعتها. بعيدا عن الاغنية المقسوم التسعينات اللي كانت منتشرة ساعتها، الاغنية دي فتحت سكة والوطن العربي كله مشي عليها. انا بقى عايز اسألك سؤال يا اللي بتتفرج، سؤال كل حلقة: تصنف افتتاحية ألبوم قمرين إنها أقوى افتتاحية في تاريخ أغاني التسعينات كلها؟ اكتب لي في التعليقات. أنا كلمات عبد المنعم طه، ألحان عمرو محمود، توزيع طارق مدكور. بدأت الأغنية بأكتر من حاجة: الأفروبيت، مع الترومبيت، وبعدين يخش بقى حاجة تانية مع ايقاع الافروبيت، الريجي، متمثل في ايه ابو صلاح؟ في الكيبورد. يعني احنا عندنا 3 جنرات مع بعض: لاتين الترومبيت، ايقاع الافروبيت، ومعانا كيبورد بتاع الريجي. لو ركزت شويه في الايقاع هتلاقي اللي قائد فيه هي طبلة الديجيمبي، دي بقى اللي عامله الاحساس الافريقي اللي في الاغنيه. بس هنا بقى طارق مدكور عمل حركة عبقرية جدا، خلى الترومبيت نفسه جزء من الإيقاع مش رد فعل. عشان كده هو داخل من أول ثانية مع ضربات مستخبية كده من الجيتار الإلكتريك. ويخش معانا مين بقى؟ الجزء الشرقي، آلة العود. ويخش الكورال يقول أنا بموت في حبك أنا. يرد عليه عمرو دياب يقول بموت في حبك أنا، ويرجعوا تاني يقولوا له أنا، يرد يقول بشوف عينيك المنى يا كل أحلامي. شوف بقى كلمة المنى دي ظهر فيها لأول مرة في تاريخ الوطن العربي الأوتوتيون. بشوف عينيك المنى يا كل أحلامي. واحدة واحدة كده وخليك معايا. أول حاجة في البداية نداء ورد، الكورال ينادي، عمرو يرد عليه. كلمة المنى بقى فيها افكت الاوتوتيون. ليه بقى؟ اشمعنى الجملة دي أو الكلمة دي؟ لأن فيها مد، فالاوتوتيون هيبان فيها كافكت مش تصحيح للغنى. تحت عمرو دياب بقى وهو بيغني هنلاقي جيتارين 2، جيتار فانك وجيتار الكتريك. دي حركة بقى عبقرية من طارق مدكور. الفانك معروف ان هو جيتار الايقاع، فبيختم الايقاع الافريقي اللي موجود. الجيتار الالكتريك بقى له دور، ما انا هقولك الاغنية دي ليها 4 جنرات، هقولك الجنرال الرابعة دي دخلت امتى. وبعدين يخش الفاصل الموسيقي، الترومبيت قائد الاغنية. تحت منه الجيتار الالكتريك بس صوته واطي. ما بيزاحمش الترومبيت، لان الترومبيت هو جزء من الايقاع الاساسي للاغنيه. فهنا طارق مدكور عايز يبروزه، وترجع تاني الحته الجميله بتاعت العود، ويكمل عمرو دياب غنى.
بين ايديك انا يا حبيبي يا حبيب انا بين ايديك. بين ايديك انا يا حبيبي يا حبيبي انا بين ايديك. بعد ما عمرو دياب يخلص غنى الكوبليه ده نلاقي الجيتار الالكتريك ادانا سولو من سولوهات الروك. دي بقى يا باشا الجنرا الرابعة اللي انا قلت لك عليها. يعني الاغنية دي فيها 4 جنرات: افرو، ريجي، روك، لاتين. ويرجع تاني عمرو دياب يقول انا بموت في حبك انا بموت في حبك انا. ويخش الفاصل الموسيقي تاني نفس اللي سمعناه في الفاصل الموسيقي الاولاني، ويكمل عمرو دياب غنى. كل دقة شايلها قلبي يا حبيبي شايلها ليك. وفي الاخر بقى يحصل سولو ختامي بطله هو الايقاعات مع الجيتار الالكتريك. وبعدين نلاقي فيه كتمه كده حصلت، الايقاع كله اتعمل له ميوت ويرجع تاني يتعمل له ميوت تاني. افكتات كلها كانت جديده. ويرجع الترومبيت تاني يدي نفس السولو الايقوني بتاع الاغنيه، ويختمها عمرو دياب بانا بموت في حبك انا. اهي اغنيه انا دي تعتبر من الاغاني الجميله جدا، اغنيه ايقاعيه ترقص عليها من اولها لاخرها. قلبي مع الشاب خالد، كلمات مجدي النجار، ألحان شريف تاج والشاب خالد، توزيع فريد عوامر. دي بقى أغنية مختلفة. ليه بقى؟ لأن إحنا قصاد نجمين كبار، عمرو دياب بوب عربي، حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، الشاب خالد الراي الجزائري. بدأت الأغنية بإيقاعات الراي الجزائرية. الأغنية بدأت من أرض الشاب خالد مش من منطقة عمرو دياب. إيقاعات كلها راقصة فيها الإحساس بتاع شمال أفريقيا. ليه بقى الأغنية بدأت من أرض الشاب خالد؟ لأن عمرو دياب عايز يروح المنطقة دي، مش عايز يستضيف الشاب خالد لمنطقته، هو عايز يكون شريك الشاب خالد، طبعا مع الكمانجات. الكمانجات هنا ماسكة العصاية من النص، لا هي شرقي ولا هي راي، فيها الإحساس بتاع الراي والشجن بتاع الشرقي. طبعا معانا القانون. احنا هنروح لمنطقة الشاب خالد بس برضه عايزين نحافظ على الهوية المصرية. الأغنية احترمت الشاب خالد واحترمت عمرو دياب، ويخش خالد يغني الأول على نفس الجملة اللحنية بتاعت قمرين. قلبي قلبي بيتعلق بيكي وانا سهران بناديكي. ركز كده، قمرين قمرين دول ولعنك، قلبي قلبي متعلق بيكي. ترتيب دخول الشاب خالد الاول مش صدفه، الاغنيه بدات من ارضه، يبقى هو اللي يبدا غنى ويخش عمرو دياب يغني بعده. امل اللي بحلم بيه شايف عيونك فيه، امل اللي بحلم بيه. تحس ان عمرو دياب هنا بيكمل الشاب خالد، مش بياخد القياده منه. في النهايه عمرو هو اللي رايح لمنطقته. هنا بقى هتلاقي الصوت عمرو دياب راكب على الايقاعات، ودي من سمات موسيقى الراي، ويرد وراهم الكورال. ده بقى ختم الأصوات الجماعية، وعلشان كده نقدر نقول إن الأغنية دي هي بوب راي. ويخش الفاصل الموسيقي، الكمانجات معانا القانون. هنا بقى عمرو دياب اللي هيخش يكمل غنى، مش الشاب خالد. قلبي
قلبي العاشق قدامك لو بصيتي لقدام. لأن الفاصل الموسيقي سلم الأغنية من منطقة خالد لمنطقة عمرو، فطبيعي إن عمرو يخش يكمل غنى ويرجع خالد يغني تاني. أملي الوحيد بنادي أنت الوحيدة. هنا الإيقاعات بتاعت الراي هتحس إن الأغنية عليت فجأة. لان احنا رجعنا تاني لمنطقة خالد ويرجع الفاصل الموسيقي تاني، الكمانجات مع القانون، ونلاقي برضو العود دخل. وهتلاقي برضو الناي موجود، وعمرو ده بيقول قلبي قلبي متعلق بيكي. وتخلص الاغنية على ايه بقى؟ الكمانجات مع الناي واصوات الكورال الجماعيه اللي بتقول اهات. من الحاجات اللي انا بحبها قوي قوي الفيديو بتاع الشاب خالد وهو بيرقص، فيديو رهيب. بحبك اكتر مع انجيلا ديمتريو، كلمات محمد الرفاعي وبانوس فالاراس، الحان شريف تاج، توزيع طارق مدكور. هنا بقى هنخش في نوع مزيكا جديد، اللايكو، اللي اتشهرت بيه موسيقى البحر المتوسط او اليونان. Πάρε το πουκαμίσο μου, έχει το χρώμα που αγαπάς, κάτι από τον εαυτό μου, θα σ' αγκαλιάζει σαν το φοράς. وانجيلا ديمتري دي كانت عامله قلق في التسعينات، اغنيه مارجريتس. Μαργαρίτες να μαδάει κι όλο εκείνες να ρωτάει. يعني ايه مارجريتس ابو صلاح؟ ازهار الاقحوان، الورده البيضاء اللي نصها اصفر دي، ماجابي، دي ماجابي يعني بيحبني ما بيحبنيش. ماجاباي ده ماجاباي. نرجع تاني لاغنيه انا بحبك اكتر. بدات الاغنيه بالطبله، مع ضربات بالكيبورد. مع جيتارات إيقاعية خفيفة. وبعدين يخش ايه بقى؟ المعلم بتاع اغاني اللايكو، البوزوكي. هنا الموزع بيعمل ايه؟ بيبني لك الاغنية درجة درجة، مش هيدخلك كل حاجة مع بعض، بيمهد ودنك يا اخي. ويخش عمرو دياب يغني أنا بحبك أكتر، شوقي في قلبي بيكبر. هنا الإيقاع بيتقلب مقسوم تسعيناتي. أنا بحبك أكتر، ترد عليه أنجيلا ديمتري بصوتها تقول أها أها مع الآلات النحاسية. ونلاقي البوزوكي دخل ورا عمرو دياب بيعزف تحت منه، ختم المزيكا بتاع اللايكو. وتخش بقى أنجيلا ديمتري تغني Έλα και χόρεψε μαζί μου. ايه يا كاي خربسي مازيمو، يعني تعالى ارقص معايا. Είσαι σημάδι στην ψυχή μου.
إيسي سيمازي سيتي بسيخي مو، يعني أنت علامة في روحي. Όλα για πάρτι μου καυτά. أو لا يا بارتي مو كافتة، يعني الحفلة سخنة مولعة. Σπαστά και σπαστά. سيباستا كاي سيباستا، يعني كلها رقص. ويخش الفاصل الموسيقي البوزوكي مع الكمانجات. والجيتار الإيقاعي. ويكمل عمرو دياب غنى. على راحتك قول يا حبيبي. هتلاقي برضو البوزوكي لسه معاه. وبعدين تخش أنجلا ديمتري. أنا بحبك أكتر. Είσαι σημάδι στην ψυχή μου. تقول أنا بحبك أكتر بالعربي. ليه بقى؟ عايزة تروح لمنطقته وترجع تاني لليوناني. ويخش الفاصل الموسيقي تاني البوزوكي والكمانجات اللي مكملة. ويكمل عمرو دياب غنى. هنعيش أنا وأنت يا عمري. وأنجلا ترد عليه وتخلص الأغنية على كده. أنا بقى عايز أسألك سؤال يا اللي بتتفرج. أنجلا ديمتري وعمرو دياب عملوا دويتوهين اتنين، إليوس وأنا بحبك أكتر. إيه الأحسن بالنسبة لك؟ اكتب لي في التعليقات. بتوحشني كلمات عادل عمر، ألحان إبراهيم فهمي، توزيع حميد الشاعري. بدأت الأغنية بصوت عمرو دياب. لو كنت قادر عالبعاد. لو كنت قادر على البعاد أنا مش قادر عليه. بتوحشني بتوحشني. وبعدين يخش إيقاع دف خفيف. ويخش إيقاع المقسوم. حبيبي بحبك بروحي بقلبي بعقلي. يلي 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 ما عندكش قلب. طبعا بقى الكمانجات داخلة هي بطل الأغنية دي. بترد ورا عمرو دياب في البداية. وبعدين يخش الفاصل الموسيقي. معانا برضو الكمانجات مكملة. معاها مين بقى؟ الأكورديون. وبعدين يحصل حوار بين الكمانجات والأكورديون. ويكمل عمرو دياب غنى. أيام وأنا بك مشغول. أيام وأنا بيك مشغول، مشتاق لعينيك على طول. تسبقني عيني ليك يا عيني وقلبي معاك يقول. لسه الكمانجات مكملة معانا. ويخش في اللازمة اللحنية تاني. ويرجع الفاصل الموسيقي تاني. نفس الكمانجات مع الأكورديون. ويكمل عمرو دياب غنى. يا حبيبي ازاي انساك. يا حبيبي ازاي انساك، ده انا روحي تروح وياك، الشوق تعبني وقلبي سابني وراح معاك. اغنية بتوحشني دي اغنية تقليدية مقسوم تسعيناتي. هنا عمرو دياب ما يقدرش يستغنى عنه عشان لسه الودن المصرية متعودة عليه، فهو مش هيصدمك باللاتين كله وايقاعات افرو وكل الحاجات واليوناني والكلام ده. لازم يديك حاجة انت متعود عليها. ولسه بتحبه يا قلبي، كلمات ايمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع حميد الشاعري. بدأت الأغنية بالمقسوم الصعيدي. معاها أورج. عامل زي غيمة صوتية. وبعدين يخش العود.
مين بقى اللي بيرد ورا العود؟ الساكسفون. ويرجع العود تاني يلعب، ويخش عمرو دياب يغني يقول ولسه بتحبه يا قلبي، يا قلبي حرام عليك. ولسه بتحبه يا قلبي، يا قلبي حرام عليك. هو انت فاكر له ايه؟ هتبكي في يوم عليه؟ ما تقولي فاكر له ايه، هتبكي في يوم عليه. هنا بقى عمرو دياب داخل في مواجهة مع قلبه او مع نفسه، لوم الذات. ساعات الواحد بيبقى متمسك بحاجة هي اذية ليه، القلب بقى وما يريد. هو انت فاكر له ايه؟ هتبكي في يوم عليه. هنا بقى هو بيفتكر الماضي، انه كان ماضي سيء جدا. ما تقولي فاكر له ايه، هتبكي في يوم عليه. ما تقولي فاكر له ايه. هنا بيعنف قلبه. مش ده اللي كان معاك وكان هواك. مش ده اللي كان معاك وكان هواك وتاني يوم نسيك. هنا هو بقى بيفوق قلبه، بيفكروا بالوجع القديم، وبعدين يخش الفاصل الموسيقي، العود اللي مكمل معانا. والساكسفون. يا ريت يا قلبي ما كنت قلبي، ما دام ظالمني وياك ليالي. يا ريت يا قلبي ما كنت قلبي. هنا هو بيكلم قلبه اللي ظلمه، بيقول له يا اخي يا ريتك ما كنت قلبي، بيتبرى منه لانه مبهدله معاه. يا ريتنا ننسى، ليه فاكره لسه، ده حبيبنا خاين ومالوش غالي. هنا بقى هتلاقي البيانو دخل يختم على الجملة دي كأنه ختم، ويرجع في اللازمة اللحنية تاني. هو انت فاكر له ايه؟ هتبكي في يوم عليه. ويخش الفاصل الموسيقي تاني، نفس الفاصل الموسيقي الاولاني. بعدنا عنه وقسينا منه، يا قلبي سيبه يختار جراحه. خلاص بقى سيبك منه بقى بلا وجع قلب، وهو راح يا قلبي زي اللي راحوا. هنا هو بيهونها عليه، في ناس كتير راحت الدنيا ما وقفتش وده زيهم. اغنية من الاغاني العبقرية في كلماتها، وكانت بداية ايمن بهجت قمر مع عمرو دياب، الشاعر اللي من وجهة نظري انا كان له بصمة في الوطن العربي. خليك فاكرني، كلمات عادل عمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع طارق مدكور. دي بقى بداية تاريخ عمرو مصطفى مع عمرو دياب، اللي من وجهة نظري أنا أقوى ثنائية في الألفينات. عمرو مصطفى ده يا جماعة يعتبر أو مش يعتبر، هو ملحني المفضل. نجح مع عمرو دياب وغير عمرو دياب كمان. بدأت الأغنية بالكمانجات الناعمة، تحت منها التشيلو. الكمانجات هنا بتعزف جمل طويلة فيها إحساس النوستالجيا شوية. التشيلو تقيل، تحس إن هو الأرض اللي مستقر عليها بداية الأغنية، لسه مفيش إيقاع. سولو كده في البداية يديك إحساس الحنين، وبعدين يخش إيقاع السلو روك بس من غير أي جيتارات إلكتريك. ليه الجيتار الالكتريك غايب في الاغنيه دي؟ عشان الاغنيه تكون احساس مش صاخبه، هي مش مستحمله. ومن اغاني عمرو دياب القليله اللي ما فيهاش حتى كورال. ويخش عمرو دياب يقول خليك فاكرني، يلي بجمالك وبعيونك دول اسرني. يلي بجمالك وبعيونك دول أسرني. خليك فاكرني ونحس قلبك يوم بقلبي ابقى زورني. شايف البساطة؟ هو مش عايزها ترجع له، يا اخي زورني طمن عليا علشان بس اشوفك. هتلاقي الكمانجات تحت عمرو دياب على طول.
واللي تشيله برضه، بس بتعلى شوية مع الغنى علشان الإحساس. ده انت في عينيا كل اللي ليا، ده انت في عينيا كل اللي ليا، فرحة شبابي والدنيا دي، يعني انت حياتي كلها، ما اقدرش استغنى عنك، عشان كده خليني في بالك. ويكمل غنى على طول بدون اي فاصل موسيقي. اول ما شفتك لمست قلبي. ليه بقى؟ لان دي اغنية احساس، تدفق مشاعر، خليها المشاعر كلها تيجي مع بعضها. اول ما شفت لمست قلبي بنظرة واحدة نسيت جراحه. شايف الاحساس والرومانسية؟ هنا الايقاعات بتهدى في الحتة دي. ليه بقى؟ لأنها جملة ناعمة قوي لازم تركز فيها. ما تغيبش عني، ما تغيبش عني. يرجع الإيقاع تاني في حتة حلوة قوي هتلاقي الكلارنت فيها، بس وجوده كده خفيف. وتكمل الكمانجات معانا ويختمها عمرو دياب بجملة خليك فاكرني. انت متخيل الأغنية؟ متخيل بداية عمرو مصطفى مع عمرو دياب في أغنية عاملة ازاي؟ يا لهوي. حكاياتي، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو دياب، توزيع طارق مدكور. أنا بقى زمان كان عندي برنامج على القناة اسمها حكاياتي اللي أنا عشتها. بدأت الأغنية بعمرو دياب على طول. حكاياتي اللي انا عشتها، حكاياتي اللي أنا عشتها كلها تشبه بعضها. اولها غرام وتانيها، أولها غرام وتانيها أيام أنا بفرح فيها، وآخرها زيها زي غيرها. ممكن تاخد الأغنية دي في أكتر من سكة. في السكة العاطفية إن هو مثلا بيحب واحدة وبيفرح وبعدين يكتشف إنها زيها زي غيرها، مش لاقي الحب. وممكن تاخدها في سكة تانية، الحياة نفسها. أي حاجة بتروح فيها أو أي مكان جديد بتروحه بتكون فرحان وبتعيش أيام حلوة فيه، وتكتشف في الآخر إن هي الأماكن كلها زيها زي غيرها. يعني ليها أكتر من معنى. شوف إيه المعنى اللي يريحك وعيش معاه. طبعا يخش إيقاع المقسوم. مع الجيتارات. وبعدين يخش الفاصل الموسيقي معانا الجيتارات برضو. بدايتها سؤال وكلام في عيون مليان حيرة وحقيقة وحب وشوق وحاجات تانية كتيرة. البدايات نفسها مختلفة، فيها حاجات تشويقية كتير، وآخرها زيها زي غيرها. ويرجع الفاصل الموسيقي تاني. كل الحكايات اللي احنا يا قلبي قابلناها طلعت أوهام، ويا ريتنا ما كنا حلمناها. كل الحكايات دي بقى فسرها زي ما انت عايز. الستات، الأحلام أو الطموحات، وآخرها زيها زي غيرها. حتى أيمن بهجت قمر في الألبوم ده كانت كلماته مختلفة، ولكن هو لسه ما كانش تمرد. ايه رأيكم بقى في ألبوم قمرين؟ انا هعمل معاكم بقى حاجة اول مرة اعملها وهثبتها في الفيديوهات. التقييم من 10. هقيم اغاني الالبوم من 1 ل10 من وجهة نظري انا. يلا نبدأ. اغنية قمرين من وجهة نظري انا الشخصية 9.5 من 10. اغنية انا 9 من 10. اغنية قلبي اديها 8 من 10. اغنية انا بحبك اكتر برضو 8 من 10. بتوحشني اديها 7 من 10. ولسه بتحبه يا قلبي اديها 9 من 10. خليك فاكرني 10 من 10. حكاياتي اللي انا عشتها 7 من 10. انا عايزك بقى تكتب لي تقييمك في كل اغنية في الالبوم. وهي دي يا سيدي حكاية البوم قمرين بتاع عمرو دياب. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. كان معاكم احمد صلاح. سلام عليكم.